السلام عليكم ليكيب. عدنا لكم من جديد. كامل على بالنا باللي ربي فرض الحجاب للمرأة. لقيت بزاف الناس متهجمة على الحجاب وعلى الخمار، حاجة باينة. اليوم راح نحكو على إنسانة اللي دايرة حالة بسبب الحجاب، وتاني حاجة واحدة أخرى تشوه في سمعة السلفيين، وكاين حاجة واحدة أخرى استهزاء بعض الآيات تاع القرآن، وثان كاين حاجة واحدة أخرى استهزاء ما فرض الله علينا وعلى المسلمين. شوفوا لي كيف في الفيديو هذا تقول باللي تدخل جهنم على جال بناتها نورمال عادي ما كاش إشكال. يتربوا مع بعض العقليات الكارثة. أنا باش بناتي يعيشوا مع عباد يقول لها روحي غطي شعرك، روحي استري روحك، متبرجة كاسية عارية، هذوما اللي يعيشوا معاهم بناتي منكم بصح. انتي راكي عايشة في مجتمع مسلم، ربي سبحانه وش قال؟ فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، ومن رأى منكم منكر فليغيره. دوك انتي في جالك نسمحو في الدين تاعنا، ماشي عيب عليك في الشهادة اللي راكي ديريه واللي راكي تنشريه، ماشي هكا، اقسم بالله ماشي هكا. نكمل لكم واش قالت وانتم اعطوني رايكم في لي كومونتير. اذا لحقتوا وقت كيما هذا، على بالي بلي يكون عجبتكم هذه النقطة من لا فيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناة. اللي ما داش اشتراك يشترك في القناة، خويا ولا اختي. مسؤولة انايا، معناتها انا بناتي ما يافونسيوش في حياتهم، ولادك رايحين يتربوا معقدين، بنتك تخرج تلبس يتحرشوا عليها برا باسكو يقولوا لها متبرجة. بنتك اللي تعيش مع هذا القوم، انا نخلي بناتي يعيشوا مع هذا القوم؟ سي دو لامبوسيبل. فهميني برك واش راح نديرولك. المجتمع تاعنا داير هكا، ماشي غير في الجزائر، في كل بلاد يلقاو وحده متبرجه راح تلقى مصير تاع الانسانه المتبرجه في الجزائر. المهم ربي يهدي هذا النوع من النساء المنتشرين بزاف في السوشيال ميديا. اي واحد الحق هنايا ما انت راهو عجبو الفيديو، وما تنسايش اختي ولا خويا الكريم، ما تنساش دير اشتراك وحاجه باينه ليكيب. ما تنساوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. علاش قلت لكم اشتركوا؟ شوفوا النسبه ليكيب اللي تشوفني وما تشتركش، حرام عليكم اقسم بالله. هاي ليكيب نديروا اليد في اليد، اشتركوا كامل في القناه. اي واحد شاف الفيديو دير لايك اند لايك، حاجه باينه باش تدعمني. ما تنساش كل يومين فيديو جديد على 5:30 تاع العشيه، تلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله.